أهلا بيكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. دي تفاصيل مهمة جدا عن فيلم الشاطر لأمير كرارة. وهنا الزاهد. إيه هو فيلم الشاطر؟ الفيلم ده أكشن كوميدي مصري، ونزل في السينمات يوم 16 من يوليو 2025. بطله أمير كرارة اللي بيلعب دور أدهم الشاطر، واحد بيشتغل دوبلير للمشاهير وبيقع في مواقف خطيرة ومضحكة. الفيلم بيشارك في بطولته هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، شيرين رضا، ومحمد عبد الرحمن وغيرهم كتير. أما طاقم العمل والإنتاج، الفيلم ده إخراج أحمد الجندي، وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإنتاج شركة سينرجي بلس. القصة في السريع: أدهم أمير كرارة ده دوبلير شاطر قوي، بيطلع في رحلة كلها أكشن وضحك عشان يدور على أخوه، ومعاه صاحبه فتوح مصطفى غريب. المغامرة بتنتقل لتركيا، وهناك بيقابل كارمن هنا الزاهد، وده اللي بيولع سلسلة مواقف كلها ضحك ومطاردات ملهاش حل. أهم الأسباب اللي خلت الفيلم يتعمل: 1. تجربة جديدة لأمير كرارة، دي تجربة كوميدية بطعم مختلف خالص، وتحت إشراف مخرج فنان زي أحمد الجندي. 2. دور قوي لهنا الزاهد، كسر الصورة التقليدية ليها وتقديم شخصية معقدة ومتنوعة. 3. أداء كوميدي من مصطفى غريب، النجم الشاب ده عمل جو فكاهي خاص بيه وجذب الجمهور ليه. إيرادات شباك التذاكر: أول يوم حوالي 2.7 مليون جنيه، بعد 72 ساعة عدى آلي 11.7 مليون جنيه، خلال 5 أيام وصل ل 19 مليون جنيه، وعدد التذاكر اللي اتباعت كانت 130 ألف تذكرة. بعد 6 أيام الإيرادات وصلت لحوالي 22.2 مليون جنيه. التقييم العام: الفيلم خد إشادة كبيرة من النقاد والجمهور، واعتبروه واحد من أهم أفلام صيف 2025. الناس اللي اشتغلوا في الفيلم دول مبدعين بجد، والأداء الكوميدي بتاع مصطفى غريب والجو المبهج بتاع الفيلم ساعدوا في انتشاره بشكل كبير. هنا الزاهد وصفت الفيلم ده بأنه نقلة فنية ليها، بتبين تنوع أدوارها والمجموعة الفنية اللي اشتغلت معاها. الملخص: الهدف الخاص من الفيلم: الهدف من فيلم الشاطر إنه يقدم تجربة ترفيهية متكاملة، خلطة أكشن وكوميديا عشان تقضي وقت ممتع. منصة جديدة لأمير كرارة وهنا الزاهد عشان يجددوا صورتهم الفنية. إطلاق نجم كوميدي صاعد زي مصطفى غريب، جذب شريحة كبيرة من الجمهور بإيرادات قوية في شباك التذاكر. العرض الخاص للفيلم كان هدفه ببساطة إنه يولع الحماس ويعلي سقف التوقعات قبل ما الفيلم ينزل تجاريا، وده اللي حققه بالفعل. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل شير للفيديو في كل مكان.